إزاي تغسل عقلك الباطن؟ طيب بُص، أول حاجة هتجيب ورقة وقلم، هتكتب في الورقة ديّة كل الصفات الوحشة فيك، أي صفة أنت شايفها وحشة فيك اكتبها، اكتب كل الصفات، كل الحاجات اللي الشخص اللي حاليًا بيعملها اكتبها، مثلًا أنت اسمك مثلًا علي، ماشي؟ علي ده مدمن سجاير، علي ده مدمن أفلام إباحية، علي ده بيسهر كتير، علي ده تخين، علي ده آمم، مش مسترجل أوي، علي ده مصاحب بنات كتير. حُط كل الصفات ديّة في الورقة اللي هي صفاتك الحالية، تمام؟ علي ده مثلًا طموح بس كسول، علي ده بيعرف يشتغل أفكاره حلوة بس مش بيطبّق، فاهم؟ اكتب كل الأفكار ديّة. المهم بقى، دي الأفكار والصفات والحاجات اللي أنت بتعملها. ورقة تانية اكتب رؤيتك السنة الجاية أو كمان 3 شهور أو كمان 6 شهور، بس الفكرة في إيه، ما تبالغش، بمعنى ما تبقاش أنت مدمن الحاجات دي كلّها اللي أنا قُلتها وتقول لي بقى أنا عايز السنة الجاية أبقى عندي business وأبقى عندي فورمة ماشي في سَنة ممكن، فاهم، في سَنة ممكن يبقى عندك business بسيط، يبقى عندك فورمة، بس ما تحطّش هدف إنّك يبقى معاك عربية لامبورجيني، فاهم، خلّيك واقعي بمنطق يعني. فالشخص الجديد اللي أنت عايز تبقى عليه اكتب صفاته: ذكي، راجل، راجل عقلية، عنده عقلية الناجح مش عقلية الفقير، شخص مش شكاية وبكاية، عنده business ناجح أو بدأ business، بينزل الgym 6 أيام في الأسبوع أو بينزل الأسبوع كله وبياخد يومين أجازة في الشهر، بيصحى الصبح بيصلي كل الصلوات، مش كل هَمُّه البنات، مش بيسهر كتير، مش بيسهر أصلًا، ما بياكلش junk food، مش تخين وشبه الحامل، مش رفيّع وشبه البقسماط، الحاجات دي كلها. الشخص ده بقى حُط له target توصل له، مثلًا لو أنت عايز توصل لحاجة معيّنة في 3 شهور، حُط هدف يناسب ال3 شهور، فمثلًا اكتب هينتظم في الgym مثلًا هيبقى مثلًا أنت مثلًا قُل إنك 50 كيلو أو 45 كيلو لو أنت رفيّع، في 3 شهور هتزيد 10 كيلو، ده حجم قليل على فكرة مش كتير، تزيد 10 كيلو في 3 شهور، تمام. قُل مثلًا إنك ما قرأتش كتب خالص في حياتك في ال3 شهور دول، هتقرأ كتابين مثلًا، قليل على فكرة، ماشي كتابين حلوين. كتابين مثلًا كل كتاب 300 صفحة، 200 صفحة، لو قرأت كل يوم 10 صفح أو 15 صفحة هتخلّصهم سهلة يعني، تبقى عندك التزام، تبني عضلة الالتزام، حاجة من ديّة بجد في حاجة اسمها عضلة الالتزام، في حاجة حتّة في مخّك كده اللي مسؤولة عن الالتزام، حلو، مش هاطوّل عليك بس اللي هي الفكرة اللي هو العلماء أو الدكاترة ما أعرفش بيسموهم إيه يعني، ركّبوا حاجة على دماغهم كده، تجربة، وجابوا حتّة من المخ المسؤولة عن الالتزام على حاجة أنت بتعملها كل يوم. أو حاجة بتكسرها، حاجة صعبة تعملها، لقوا إن كل ما الإنسان اللي معمول عليه التجربة بيقول أنا داخل آخد دُش بارد، الحتّة دي بتكبر، بتكبر طبعًا نسبيًا مش بتكبر فاهم قصدي، بس بتكبر نسبيًا، يعني بتكبر بس مش اللي هو بتكبر فاهم قصدي، كل مثلًا ما يقول أنا هانزل الgym الحتّة في العقل دي تكبر، فنفس الفكرة. مرّنها، مرّنها إزاي؟ اعمل أي حاجة بتخاف تعملها، مش قصدي إنك تروح تقطع دماغك، أنا قصدي تعمل حاجات بتفيد يعني، إيه المفيد إني أقطع دماغي فاهم؟ يعني شغّل دماغك شوية، أي حاجة بتخاف تعملها بمعنى أنا باخاف أتعرّف على حد ما أعرفوش،
هي حاجة مضحكة بس هي فعلا في ناس كده. روح تعرف حد ما تعرفوش. طيب انا بخاف اتكلم قدام مجموعة، بخاف مثلا اتكلم قدام مجموعة من الناس، واروح اتكلم قدام مجموعة من الناس. بخاف اتكلم قدام بنات، اتكلم قدام بنات، بخاف اي حاجة بتخاف تعملها اعملها. وعلى فكرة اي حاجة هتفيدك يعني. وابدأ بقى طبق. الشخص الجديد اللي انا هعمله ده يبقى شخص طموح، شخص ذكي، شخص ينزل الجيم، وحط تارجت زي ما قلت لك. بس استرجل، استرجل في اللي بتعمله، استرجل في اللي بتعمله، استرجل في اللي بتعمله. مهما كنت انسان تحت الصفر في كل حاجة، تقدر، اقسم بالله تقدر. العبد لله اكبر دليل. بس نبقى نحكي الحكاية دي بعدين. تقدر تعمل اي حاجة، الموضوع مش صعب اطلاقا. صدقني. انا ممكن اول حاجة بدأت اعملها حقيقية كانت يوم يوم 31/12/2023، الساعة 6:31. كانت ليلة رأس السنة. عمال أراجع أنا عملت إيه في السنة، عملت إيه في سنة كاملة من عمري 2023، عملت فيها إيه؟ اتضح إن أنا ما عملتش أي حاجة. ف حالة يأس مش طبيعية. بس قلت لأ، مش هيأس. أنا مش أنا مش من النوع الضعيف ده. جبت ورقة وقلم، كتبت أول أهداف حياتي. أول مرة أكتب أهداف على ورقة وكده. كتبت بالظبط 5 أهداف. هدف واحد هعمل كذا كذا، وحاطط جنبه مربع عشان أعمل صح لما أحققه. هدف كذا كذا كذا، مربع نفس الكلام. وجيت بقى آخر السنة، آخر سنة 2024. بصراحة خذلت نفسي، حققت هدفين بس من 5. أي حاجة بدايتها بضان، صدقني. مثلا أنا شغلي اللي أنا شغال عليه حاليا، أول ما بدأته كنت مش عايز أبدأه، مبدون منه. الناس لما تعرف إن أنا شغال الشغل ده، ما يقولوا إيه، هيعملوا إيه، اللي هو المونتاج يعني. خصوم الناس مش فاهم يعني إيه ده كده. ما يولعوا يا اسطى، هو انت اللي هتعمل حاجه ولا هم؟ ده حياتك ولا حياتهم؟ هي دي الفكره. ما تولع الناس، ما يولع رايهم، ما يولع اي حاجه. المهم اعمل اللي انا عايزه. بالظبط. فسبت شغلي الاساسي اللي هو كان عبد عند الناس، واشتغلت عند نفسي. حاجه تنفعني بجد، حاجه هتنفعني انا. بداتها، وبعدها عملت كذا بزنس تاني. ما اقولكش ان ما فيهاش نجاح يعني، لا طبعا. مش هتنجح من المحاوله. فشلت كتير، فشلت كتير، فشلت كتير. واشتغلت في التسويق فترة كبيرة يعني. وكان كويس على فكرة، بس هو ما كانش وحش، كان حلو. وكان أكتر حاجة اتبسطت، فرحت بيه. التسويق كان أكتر حاجة عجبتني يعني. الشغل أونلاين كانت حاجة كويسة. وقرأت كذا كتاب عن التسويق، كان التسويق فيه كويس والله. قرأت كتاب سيكولوجية الإقناع، وكتاب لتكن نجما في سماع المبيعات لبراين تريسي تقريبا، معرفش بيتنطق ازاي يعني. الكتاب حلو بس كان ممل فشخ. بس عادي، حتى لو اي حاجه ممله طبعا مفيده. ده خدها قاعده كده، اي حاجه ممله مفيده. لو عندك هدف اسعى عشانه. انا عارف انك دلوقتي خوالي وانت مش عارف حياتك، بس عادي. كنت زيك يا صاحبي، والله العظيم كنت زيك، ما بعملش اي حاجه. وكنت او ممكن اكون افسخ منك اصلا. بس اهو. اه. فابدا. بس ما تستناش الساعه 9 تيجي عشان تبدا. ما تستناش اما تبقى تصك مرتاح عشان تبدا. ما تستناش اما تفطر عشان تبدأ. ما تستناش اما تصحى الساعة 6 عشان تبدأ. الحاجات دي كلها مهمة بس لو قعدت تستنى كل حاجة بتبقى مناسبة عشان تبدأ، فانت مش هتبدأ. واكبر اثبات ده انك ما بدأتش. بس. سلام.